عمرك سألت نفسك يا صديقي ليه كل مرة بتقع في نفس المعصية وبنفس الطريقة؟ خليني اقولك يا صديقي ان المعصية مش صدفة ولها اسباب ثابتة، وعد مني يا صديقي لو فهمت الاسباب دي بجد واشتغلت على علاجها حياتك هتتغير 180 درجة، وهتكتشف باذن الله انك بطلت ذنوب كنت بتقع فيها كتير ومش عارف تبطلها، لانك هتعالج السبب اللي بيوقعك في الذنوب دي من الاساس. الفيديو ده هنتكلم عن 7 اسباب بيوقعوك في المعصية من غير ما تحس. بس قبل ما نبدأ، لو اول مرة تشوفني انا احمد مصطفى من قناة سكتش. اول سبب يا صديقي هو الفراغ. الشخص اللي عنده فراغ كبير في وقته بيكون فريسة سهلة جدا جدا للشيطان. نفسك ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. لو خدت بالك اغلب المعاصي بتحصل وانت فاضي، وغالبا بتبقى قاعد قبلها وبتقول انا زهقان. لو ما عندكش شغل يا صديقي حاول تملى وقتك باي حاجة، سواء تعلم مهارة او لغة او حفظ قرآن او غيرها. وقبل ما ننقل للسبب التاني خليني اوضح لك ان الفراغ مقصود بيه فراغ العقل برضو يا صديقي، فلازم تشغل نفسك بهدف او طموح عاوز توصل له. السبب التاني السهر بدون سبب. بالليل يا صديقي بتبقى استنفذت طاقتك ومرهق ذهنيا، وما عندكش نفس الطاقة اللي بتبقى عندك في النهار لمقاومة شهوتك ووسوسة الشيطان. بالإضافة إن الشيطان في الوقت ده بالذات بيجتهد في إنه يغويك، لأن ده وقت طاعة وقيام ليل، ويحاول يضيع منك الوقت ده. والنبي صلى الله عليه وسلم كره السهر بعد العشاء بدون سبب. والسبب الثالث يا صديقي هو الوحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاسية. بعدك عن الناس يا صديقي بيسهل مهمة السيطرة على أفكارك للشيطان ويخليه يتحكم فيك، بالإضافة للأضرار النفسية المترتبة على الوحدة زي زيادة التفكير السلبي، الأوفر ثينكينج، والاكتئاب والقلق والإدمان السلوكي لحاجات زي الموبايل والألعاب والإباحية. لذلك يا صديقي دايما خلي وقت فراغك يكون مع أسرتك أو أصدقائك، بس اوعى يكونوا أصدقاء سوء. السبب الرابع الجهل. ابن القيم بيقول إن السبب الأول لأن العبد يعصي ربنا هو جهله وقلة يقينه بالله. في ناس بتقع وهي مش فاهمة خطورة اللي بتعمله. اقرأ قرآن يا صديقي وتعلم فقه وعقيدة وتفسير، عشان ببساطة من غير ما تحس هتلاقي نفسك بتبطل ذنوب كنت متخيل انك مدمنها ومستحيل تسيبها. انما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما علمك يقل كل ما جرأتك على المعصية هتزيد. السبب الخامس قلة العبادة. ربنا قال ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. السبب السادس يا صديقي صحبة السوء. النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله. ابعد عن صحبة السوء يا صديقي لأنهم بمثابة المحفز اللي بيجيب في دماغك فكرة المعصية من الأساس. من الآخر هم عود الكبريت اللي بيولع الحريقة. والمحفز ده موجود نفسه في السبب السابع بس بكميات أكتر وتأثير أكبر، ألا وهو مواقع التواصل الاجتماعي. آخر سبب يا صديقي وده أخطرهم لأن دي باب مفتوح لكل حاجة، نظرة، فكرة، مقارنة، شهوة، وكل حاجة من دي بمثابة فرصة للشيطان يمسك فيها ويشتغل عليها لحد ما يوقعك. واسمح لي يا صديقي أكلمك كلمتين من القلب للقلب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وربنا سبحانه وتعالى بيقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كلنا بشر وكلنا بنذنب، بس عليك بالتوبة وعدم المجاهرة بالذنب. عاوزك تعرف يا صديقي إن الذنب مرض والتوبة دواء، ومفيش دواء بيبقى طعمه حلو، لازم تستحمل مرارة الدواء عشان تتعالج. فاصبر على العبادة وقرب من ربنا وما تيأسش من رحمة الله. واختم لك الفيديو بالآية دي من سورة العنكبوت أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.